ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم 14 شتنبر 2023 بالقصر الملكي بالرباط اجتماع عمل خصص لتفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضرراً من زلزال الحوز، والذي كان موضوع تعليمات ملكيت خلال جلسات العمل التي ترأسها جلالتي الملك يوم 9 شتنبر 2023. ويأتي هذا الاجتماع امتدادا للتدابير التي أمر بها جلالته والهادفة إلى تعبئة كافة الوسائل بالسرعة والنجاعة اللازمتين من أجل تقديم المساعدة للأسر والمواطنين المتضررين، خصوصا من أجل تنفيذ التدابير المتعلقة بإعادة التأهيل والبناء في المناطق المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية ذات الآثر غير المسبوقة في أقرب الآجال. وتهم هذه النسخة الأولى من برنامج إعادة الإيواء التي تم تقديمها بين يدي جلالة الملك، والتي تم إعدادها من قبل اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها بتعليمات ملكية سامية، نحو 50,000 مسكن انهارت كليا أو جزئيا على مستوى الأقل من 5 المتضررة. ويشمل البرنامج من جهة مبادرات استعجالية للإيواء المؤقت، وخصوصا من خلال صيغ إيواء ملائمة في عين المكان وفي بنيات مقاومة للبرد وللاضطرابات الجوية، أو في فضاءات استقبال مهيئة وتتوفر على كل المرافق الضرورية. من جهة أخرى ستمنح الدولة مساعدة استعجالية بقيمة 30,000 درهم للأسر المعنية. وفي هذا الصدد أثار جلالة الملك انتباه السلطات المختصة إلى أن عملية إعادة الإيواء تكتسي أولوية قصوى، ويجب أن تنجز في احترام للشروط الضرورية المتعلقة بالإنصاف والإنصات الدائم لحاجيات الساكنة المعنية. ويتمثل البرنامج من جهة أخرى في اتخاذ مبادرات فورية لإعادة الإعمار تتم بعد عمليات قبلية للخبرة وأشغال التهيئة وتثبيت الأراضي. ومن المقرر لهذا الغرض تقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140,000 درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80,000 درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئياً. كما شدد صاحب الجلالة على ضرورة أن يتم إجراء عملية إعادة الإعمار على أساس دفتر للتحملات وبإشراف تقني وهندسي بانسجام مع تراث المنطقة، والذي يحترم الخصائص المعمارية المتفردة.